فكرة عيش اللحظة، وإن إحنا السنة دي بنتكلم عن اللحظات العاصفة اللي بتعدي بالإنسان، لأن اللحظة هي أداة التغيير. اللحظة جندي من جنود الله. ضغوط الحياة مجموعة من اللحظات الخانقة اللي بتغير في شخصية الإنسان. أفراح الحياة مجموعة من اللحظات المبهجة اللي بتغير في شخصية الإنسان. الخوف لحظة بتخلي الإنسان يا يهرب يا يقدم. الحزن لحظة بتخلي الإنسان يا يكره الحياة يا يحب إنه يبدأ من جديد. لحظة القهر والمذلة بتخلي الإنسان يتعقد في حياته من الأشخاص ومن المواقف، أو يكون قوي ويكون قد مواجهة تحديات الحياة. لحظات كتير بتعدي علينا، ولكن قبل ما نتكلم عن اللحظات دي وإزاي نسمع مشاعرنا وكل لحظة تاخدنا لفوق مش تاخدنا لتحت، لازم نتكلم على فكرة التغيير. لازم كل واحد يبقى واعي لنفسه إزاي بيتعامل مع التغيرات اللي بتعدي عليه. ليه واحد ممكن تعدي عليه لحظة ضيق في الرزق فيبقى عنده يقين في الله ويدعي ويبقى إنسان طيب وينفق، وواحد تاني تجي له لحظة ضيق في الرزق فيبقى جشع ومصلحجي وخايف من بكرة؟ اشمعنى ده اتغير لفوق وده اتغير لتحت؟ لأن في واحد فاهم يعني إيه يتغير للأحسن، وواحد تاني عمال يتغير للأسوأ وهو مش واخد باله. كلمة مشهورة دايما بنقولها وأهالينا علموها لنا: دوام الحال من المحال ما دايم إلا وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. فعلا كل شيء بيتغير في الدنيا، ودي سنة من السنن الثابتة. كلمة سنة من سنن الإلهية الثابتة، يعني ثوابت ربنا اللي بيتعامل بيها في الكون، إن كل شيء بيتغير إلا الله. شكلك بيتغير، عمرك بيتغير، شخصيتك بتتغير، علاقاتك بتتغير، مهاراتك بتتغير، نفسيتك بتتغير، وكل ده بسبب اللحظات اللي بتعصف بالإنسان. وحاجة من الاتنين والقرار عندك: يا تقود عملية التغيير وتبقى واعي، فكل ما تتغير للأحسن، ولو حصل حاجة غيرتك للأسوأ تبقى فاهم ان انت بتغلط دلوقتي وترجع تاني للطريق. يا إما هتبقى عامل زي الشخص اللي راكب مركب في وسط أمواج البحر اللي بتجرفه ومش عارف يقدف، وهو ونصيبه البحر يخبطه في أنهي صخرة أو يغرق. أنت القائد لعملية التغيير، يا إما كده كده هتتغير. الفلاسفة بيقولوا إن الشيء الثابت الوحيد في الكون هو التغيير، وصدق الفيلسوف ده وصدق أهل العلم لما يقولوا الثابت هو الله والباقي كله بيتغير. ولما تتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى هتلاقي ربنا كلمنا عن التغيير وفكرة التغيير، إن في قائد نوى إنه يقودك، مش أنت، الشيطان. الشيطان عايز يقود عملية التغيير في حياتك ويستثمر كل لحظة إنها تاخدك لتحت وتبعدك عن قلبك الجميل اللي ربنا خلقه جواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان بيقول وربنا قالها في القرآن: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. العلماء بيقولوا خلق الله اللي الشيطان عايزنا نغيره هي الفطرة اللي مزروع فيها إن الصدق نجاة، وإن الأمانة بتنجحك، وإن الإتقان ربنا بيساعد اللي بيجتهد، وإن الإنسان الطيب الناس بتحبه، دي فطرة ربنا، وإن اللي بيعبد ربنا ربنا هيرضى عنه. هذه الفطرة الجميلة اللي ربنا زرعها فينا الشيطان عايز يغيرها إزاي؟ بالمشاكل والأحداث والأفراح والخوف كل ده. الأحداث دي بتغير في الإنسان. أنت اللي هتسوق وتسيطر على اللحظة وتتغير للأحسن، ولا الشيطان هو اللي هيسيطر والنفس الأمارة بالسوء؟ الأول لازم تفهم يعني إيه تغيير، وتفهم نفسك إزاي بتتعامل مع التغيير، لأنك كده كده هتتغير، بس مهم تقود التغيير. عشان كده ربنا قال خليك ماشي في طريق ربنا، وأي تغيير يزقك لطريق ربنا لا تحيد عن طريق ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا يعني مائل، لا تميل، يعني زي عارف لما حد يقول لك مستقيم غير مائل. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اوعى اللحظة تغير المعاني الجميلة اللي ربنا خلقك بيها وفطرك عليها. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النهاردة قبل ما نتكلم يوميا على اللحظات اللي بتعصف بقلب الإنسان، لازم الأول نتكلم هو احنا بنتعامل ازاي مع التغيير، وليه في ناس تقابلهم بعد سنين بقوا وحشين قوي ومصلحجية قوي ومتسرع قوي وعصبي قوي وخواف قوي وشرير قوي،
وواحد تاني تقابله بعد كده بقى طيب قوي وجدع قوي وبيحب ربنا قوي وعنده نفس سليمة تجاه الخلق. ايه اللي حصل؟ ما الاتنين كانوا في دكة واحدة، الاتنين كانوا في ثانوي مع بعض ولا في اعدادي مع بعض، ليه لما كبروا اللحظات غيرتهم؟ فتبوها ورايا يا شباب. الانسان ليه سلوك، واللحظات دي بتأثر في سلوكك جدا اللي بتعدي بيك. لكن السلوك ده بيتكون من 3 حاجات. اي تصرف طالع منك منشأه 3 حاجات: اما الطبع او الطبيعة او إرادة التغيير. الكلام ده مهم جدا، وانا لما سمعته غير في نظرتي لنفسي جدا. أي سلوك الإنسان بيعمله إما طبعه أو طبيعته أو إرادة التغيير. إيه الطبع؟ ربنا خلقنا يا جماعة كل واحد فينا فيه طباع. بعض الطباع دي ربنا بيعنا بيها على الطريق، وبعض الطباع دي فيها اختبارات عشان نحسنها. في واحد اتخلق شجاع يقول لك ده قلبه ميت، وفي واحد اتخلق ممكن يكون عنده نوع من الخوف أو القلق شوية. في واحد اتخلق عنده تسرع وعنده حمية، وفي واحد اتخلق هادي وبطيء. ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا الطباع دي، والطباع دي قلت لك بيساعدك بيها شوية، وفيها حاجات بعضها فيها اختبارات. وفي حاجة تانية بتأثر في سلوكك اسمها الطبيعة، يعني هي البيئة اللي انت نشأت فيها. في بعض الناس نشأوا في بيوت كسلانة وما فيهاش حركة كده وشغل، فممكن يطلع كده. وفي واحد نشأ في مجتمع مش منظم مش متقن، من المجتمعات بعض الدول العالم الثالث، فممكن يطلع كده. في واحد نشأ في بيت فيه أسوة وما فيهوش حب، فدي طبيعة حواليه غرزت فيه حاجات. أنا بكلمك إزاي علماء النفس بيشوفوا سلوكيات البشر، فيبقى طبع ربنا خلقه فيك، أو طبيعة من نشأتها في مجتمع معين، أو وده موضوعنا النهاردة، إرادة التغيير. ده المكون الثالث من مكونات السلوك الإنساني، إن يكون جوه الإنسان رغبة في إنه يغير نفسه دايما للأحسن. علماء النفس ادونا الأمل وقالوا إن الإنسان لو استغل لحظات حياته وهو عنده يقظة إنه عنده إرادة للتغيير، هتيجي كل لحظة ياخدها يتغير بيها للأحسن، فيقضي على الطبيعة اللي ممكن تكون مش كويسة اللي نشأ فيها، ويقدر إن هو يسيطر على طبعه اللي مغروس فيه. يعني قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المفسرين بيقولوا ليه ربنا قال ما بأنفسهم؟ يعني الشيء اللي علق بأنفسهم، هم فطرتهم سليمة، لكن الأحداث اللي حواليهم والناس اللي حواليهم والمجتمع اللي نشأوا فيه أثروا في أنفسهم. فربنا بيقول لو عايز تتغير وربنا يساعدك خد الخطوة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناس كتير نعرفهم كانوا هم صغيرين فيهم صفات البخل وصفات الخوف وصفات التراجع وصفات ما كانوش محبوبين. إيه اللي حصل؟ قعد مع نفسه وشاف إن هو بيصطدم بناس كتير وجواه إرادة التغيير، فغير طبعه وغير طبيعته. إذن الطبع والطبيعة بيتمسحوا بإرادة التغيير. لو عايز فعلا من جواك تتغير، هتستثمر اللحظات اللي بتعيشها لفوق مش لتحت. والناس في رؤيتهم للتغيير نوعين: واحد بيتغير بالإشارة، يفهم رسالة ربنا جوا كل لحظة بتعدي عليه ويعرف ربنا في كل لحظة بيقوله يتغير إزاي. وواحد تاني لا يتغير إلا بعد الوصول للقاع والصدمة. أي لحظة بتعدي علينا وبتعصف بينا وبتمر في حياتنا فيها رسالة من ربنا عشان تتغير. في واحد بيفهم والتاني يرفض. الشخص الأول هو الشخص اللي ما بيتغيرش إلا بعد الوصول للقاع. وأنا عايز أبدأ الكلام عليه الأول. ده إنسان بتعدي بيه لحظات كتيرة، وكل لحظة بتعدي بينا لازم نتعلم إزاي نعيشها، لأن جواها رسالة من ربنا بيقولك اتغير في حاجة معينة. لكن لأنه ما تعلمش يعيش اللحظة، فالرسائل كتيرة واللحظات كتيرة وهو رافض، لغاية ما تحصل الكارثة. ساعتها يعرف إنه محتاج يتغير، بس يا رب يلحق. عايز أقول لك إن هنري فورد، وهو رائد صناعة السيارات في العالم ومن أوائل الناس اللي كان زمان العربية للأغنياء والملوك، هو اللي غير الفكرة دي وخلى عوام الناس يركبوا العربيات. لكن كان عنده مشكلة، إنه كان عنده وان مان شو، اللي هو كان دايما بيحب هو اللي يعمل كل حاجة إداريا وتصنيعيا وفكريا وخططيا، ومفيش حاجة اسمها كده. العقول على بعض في الآخر الإنسان بينتج أحسن إنتاج، لدرجة إن هو لما كان هو اللي كان بيصنع العربية وصاحب الفكرة، لكنه هو اللي كان يحب يحط الاستراتيجيات ويلغي كل شركائه. وفي يوم من الأيام كان دايما الناس تبعد عنه، وكل ما يشارك حد ما يستحملوش،
لغاية ما في يوم من الأيام حصلت له لحظة إدراك ورفضها، يوم ما كل الشركاء انفضوا وطلع عليه سمعة إن هو إنسان نحس، وبرضه رفض التغيير. مع إن أنت حصلت لك لحظة إدراك أنت لازم تغير من شخصيتك، ودور على واحد وشاركه. وفي وسط الشراكة دي وبدأ هو ينتج العربيات، قام طالع في التلفزيون وقام قايل هنقدر ننتج 10,000 عربية، والعربية ب $400. ينفع تنتج عربية ب $400 وانت تقدر تصنع ودماغك في التصنيع، لكن 10,000 دي محتاجة خطة إدارية، ده مش شغلك. فإذا بيه يحط الشركة في كارثة، وللمرة التانية ينفض عنه كل الشركاء، وفجأة يفقد كل حاجة، يفقد سمعته، ويبقى في الأرض في الحضيض، وكل الناس تبعد عنه. لغاية ما أخذ قرار، بس بعد ما نزل في الأرض، إن هو هيشارك واحد ويبقى ساكت، يقعد في مصنعه يصنع بس، ويسكت هنري فورد إلا عن اللي بيفهم فيه، بسبب إن هو وصل للقاع. على فكرة، لحظة الهداية ربنا بيبعتها لك كتير قوي في كلام ناس، وفي نصايح ناس، وفي آية بتسمعها وانت سايق العربية. لكن اللي مش هيعيش لحظة الهداية ممكن في وقت معين يقول عايز اتغير وما يلحقش. فرعون ربنا بعت له نبي من الأنبياء أولي العزم سيدنا موسى، وكلمه بالراحة وبالقول اللين، ورفض لحظات الهداية. ففي واحد ما بيتغيرش إلا بعد الوصول للقاع. أما الشخص التاني فبيتغير بالإشارة. أحد الصالحين ليه كلمة جميلة جدا، بيقول إذا كانت للمرء فكرة فله في كل شيء عبرة. عارف معنى الكلام ده إيه؟ الشخص مثلا اللي بيشتغل في الخشب، لو دخل المكان ده هيقعد يبص على الخشب ويقعد يخبط كده، لأن مشغول باله، مشغول بكل المنتجات الخشبية، فكل ما عينه تقع على حاجة يبص متصنعة إزاي. أو الشخص اللي بيتغير بالإشارة في التغيير كده، عارف إن كل لحظة بتعدي عليه فيها رسالة من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا عايزه يتغير، فمركز في كل لحظة بتعدي عليه، لحظة حزينة أو لحظة فرحانة، لحظة قهر أو لحظة عزة، لحظة فراق أو لحظة حب. هو مركز في رسائل ربنا عشان يفهم الإشارة الربانية فيتغير تغير على مراد الله. عشان كده ربنا بيقول يقلب الله الليل والنهار. الليل والنهار كناية عن الأحداث واللحظات والمواقف. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. معلومة عرفتها، لما عرفتها غيرت حياتي في رؤيتي للتغيير. حد من علماء النفس قال لي كل إنسان حواليك بيعاملك على حسب شخصيتك. لو أنت كنت محبوب وإنسان جدع ولطيف وكريم، اللي قدامك هيديك حب لأنك أنت اديت حب. لو أنت إنسان قاسي هتشوف اللي حواليك بيدوك أسوأ وأنت مش واخد بالك. ودايما كنت بسأل نفسي، هو هل أنا إنسان أتحب لو أنا بدور على الحب في بيتي من مراتي وعيالي؟ هل أنا إنسان سخيف وقاعد دايما مشغول عنهم، ببص في الموبايل، ببص في التلفزيون، بفكر في حاجات تانية، هم مش لاقيني؟ ساعتها عمري ما هلاقي الحب منهم، لأن أنا اللي محتاج أتغير. لو أنا إنسان محدش واقف جنبي في وسط المشاكل اللي أنا فيها، إيه ده؟ أفتكر إن أنا ما فيش أي رصيد في قلوب الناس، وما وقفتش قبل كده جنب حد، عشان كده الناس سابتني لأن ماليش رصيد في القلوب. فأول ما العالم ده قال لي الكلمة دي، قال لي شوف معاملة الناس، وكل رسالة في لحظات الناس بتدوقها لك حلوة أو وحشة، اسأل نفسك أنا استاهل ولا لأ؟ وهتلاقي نفسك أنت السبب في كل اللي حواليك. صلح من نفسك، افهم الإشارات الربانية في اللحظات، هتلاقي كل حاجة حلوة حواليك. عشان كده دايما كان الناس اللي بتفهم يقول لك كن التغيير. غاندي اللي بيقول كده، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. وساعتها فهمت القصة اللطيفة قوي، لما زمان بيقولوها قصة رمزية ممكن ما تكونش حقيقية. يوم ما ملك كان ماشي، وكانوا زمان لسه ما اخترعوش الجزم، وماشي في الأرض والأرض ناشفة قوي، فواحد من الناس قالوا له إيه رأيك نفرش لك كل البلد جلد عشان رجلك ما توجعكش؟ فطلع واحد قال له لأ، أنت اللي البس لوحدك نعل جلد وامشي على الأرض الصلبة، مش هتحس بحاجة، أنت اللي تتغير. مش محتاج تغير الأرض كلها عشان تبقى مبسوط، أنت اللي اللحظات مليانة بيها. فلا تيأس، واوعى تنكر انك محتاج تغيير، وبلاش منطقة الراحة. يبقى الخلاصة كده كده هيحصل تغيير، والشيء الثابت والوحيد في الدنيا هو التغيير. بسم الله توكلنا على الله، من بكرة نبدأ اللحظات اللي بنعدي بيها ونتعلم مع بعض نعيش اللحظة. فاللهم يا رب العالمين دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وأعنا على ما أردته بنا من تغيير، واكتب لنا في كل خطوة التيسير، إنك بنا يا ربنا لطيف خبير. أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم.